صباح الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دلوقتي الصبح، عشان كده بقول لكم صباح الخير. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه شعبان اللي هل علينا، يا اللهم يا رب يبلغنا رمضان يا رب. عندي النهارده فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونسمي بالله لا اله الا الله. انا كده بدات بيومي ان انا احضر فطار للعيال. كان عندي كده بتنجان في التلاجة، قلت احضره، قلت اعمل لهم يعني بتنجان وكده، واشوف هحط ايه جنبه كده. يلا نبدأ يومنا مع بعض كده ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة كده صحيت بدري وقلت بقى أفطر العيال بدري. يعني أنا مش متعودة إن أنا أصحى بدري، بصحى متأخر يعني. فالمهم احنا كده كده طبعا في أجازة، فالواحد بيصحى براحته. طلعت اللي عندي في التلاجة زي ما قلت لكم، وحط يعني قليته، وقلت هعمل لهم كده بتنجان وهعمل لهم بيض، وهنشوف هنكمل يومنا ازاي. المهم انا عايزه كده، عندي شويه طماطم كنت شارياهم، يعني انا نزلت اشتريت شويه طماطم. الطماطم رخيصه قوي، يعني رخيصه رخيصه. فقلت طبعا لازم نفرز حبة في الفريزر، يبقى في رمضان بس ايه نشتري بس اللي هو ايه للسلطة. آم، يعني يبقى على قد مثلا ايه كيلو، إيه نص كيلو على قد السلطة. احنا ما نضمنش طبعا في رمضان القطة هتبقى بكام. فاللي عنده مكان طبعا في الفريزر لازم يعني يجيب حبة ويجففه لازم. آم، طبعا وايام رمضان بقى بتبقى اليوم يعني مفيش، فلما تطلعي حاجتك من الفريزر جاهزة على الاكل بتبقى حاجة منجزة يعني. انت مسافه ما تصحي الصبح وتخش المطبخ بتلاقي المغرب جدا، ازاي ما تعرفيش. بس انا كده حضرت بقى الفطار بتاعي، قليت بتنجان وقليت فلفل وسلقت بيض وحطيت فول وقطعت خيار كده وطعميه ده الفطار بتاعنا. هنخش نفطر وهنيجي بقى نشوف هنعمل ايه. اه كده هندخل على المواعين، نصبن شويه المواعين عندنا عشان نبتدي ايه نسبك شويه الطماطم. إيه زي ما قلت لكم احنا نصبن المواعين، لازم نسمي كتير ونستغفر كتير ونصلي على الرسول كتير. الصلاة الثلاث شهور دول على الرسول، وانك تذكري الله كتير وتحمدي ربنا كتير وتستغفري كتير. 3 شهور دولت يعني. طبعا اعمالنا بتترفع في شهر شعبان، ده معروف. آه المهم انا كده بنتي اللي بتصبن شويه المواعين عشان ما تبقاش بضحك عليكم يعني. بنتي اللي تصبن شويه المواعين عقبال انا ايه كنت انا هنا كنت نزلت اشتريت شويه الطماطم. يعني فطرنا وقلت لبنتي اعملي شويه المواعين دول عقبال انا ماجي. فهي بقى مش عارفه، ما عرفتش تصور ولا ايه مش عارفه. انا قلت لها ما تصورهمش، فهي صورتهم. المهم كل بقى اللي بيطلب حاجه من ربنا كده يطلبها ويستغفر كتير اوي، استغفروا كتير اوي، استغفروا استغفروا، لان الاستغفار يعني بريح القلوب. اللي زعلان من حد معلش يسامح، حتى لو انت مش هتصالحيه بس هسامحيه من جواكي، يعني سامحيه. إيه يلا والحمد لله. وندعي لأمواتنا بالرحمة، ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب. وطبعا بقى عايزة أقول لكم بقى إيه، لو هنبتدي نعمل حاجات تنظيفات للشقة يا ريت نبتدي من دلوقتي، لأن في رمضان احنا مبقاش عندنا وقت. عايزة تغسلي سجادك اغسليه، وافرشي بقى حفظات اللي هي الحفظات الخفيفة دي، هتبقى سهل عليكي في رمضان ان انت تغسليها. ابدأي بدواليبك، نزلي الدواليب، شوفي ايه اللي عايزاه وايه اللي مش عايزاه طلعيه. نضفي بقى على الدواليب من فوق. رصي حاجتك، نضفي الحيطان، صباني يعني كل حاجه كده يعني رتبيها. مطبخك المواعين نزليها، لو في حاجه مطربه صبانيها. رتبي كده اسبوعك كده، يعني خلاص كده هانت. يعني هو شعبان التاني ده بيجري، ما فيش ما بيلحقش يعني. ال3 شهور دولت ما مسافه ما بيخشوا ما مسافه ما بيمشوا، زي الضيف المستعجل. فرتبي كده حالك من دلوقتي وابتدي اعملي كده كل يوم حاجه. يعني ما تقليش على نفسك وتستني رمضان وتقولي لا انا في رمضان انا هعمل، لا. ابدأي من دلوقتي. يوم خش على الدولاب، يوم خش على دولاب الاطفال. اللهم صل على سيدنا محمد. يوم خش على المطبخ نزلي مواعينك، نزلي بقى اللي عندها بقى دلاب في الصيني والكلام دوت، تنزل الصيني بتاعها وتنضفه. عندك حيطان هتصبن صبنيها، هتنضفيها كده، يعني زعفيها زعفيها. رتبي حالك بقى ونظمي كل اللي وراكي عشان في رمضان ما يبقاش وراكي حاجه. خليه بقى للصلاه وللعباده، ويا دوب على قد من الفطار اللي هتعمليه. يا رب بقى يجعله كده رمضان علينا مبارك وعلى الجميع يا رب.
ويريح قلوبنا ويريح قلوب الناس كلها يا رب، ويصلح حال ولادنا جميعا. والحمد لله الحمد لله على اللي احنا فيه، الحمد لله. بس يا بنتي كده خلصت المواعين، وانا دلوقتي كده ايه، انا يعني خلاص، انا يعني متهيألي ان انا كنت جيت، متهيألي كنت جيت وبغير يعني وكده عشان ادخل على المطبخ ان انا اعمل شويه الطماطم. انا ما جبتش كتير، يعني انا جبت متهيألي كنت جايبه 5 و5، كنت جايبه 13. يعني جبتهم ومره تانية هجيب شويه تاني عشان ما تقلش على نفسي، يعني مش بقدر اشيل وانا ماشيه وكده فجبتهم، يعني جبت 13 وقلت يومين تاني. انا مش بحب اجيب اللي هي العدايه دي اللي على بعضها، انا مش بحب اجيبها لاني جبتها قبل كده بلاقي من تحت نصها من تحت بايظ او طري فما بحبهاش. فانا بحب انقي بالكيلو، حتى لو هتفرق نص جنيه ربع جنيه، بس بتبقى النقيه اوضتك بالواحده، فبتبقى يعني فرق كبير بصراحه. فانا بحب متعوده ان انا اعمل كده، بس كده. فجبتهم فقلت هعملهم بقى وانا واقفه كده. انا كده بقى خلاص دخلت على المطبخ كده بقى. الطماطم هي اللي انا اشتريتها، هبتدي بقى افضيها واغسلها غسله حلوه الاول. نشيل الورده اللي فيها ونشيل اللي هي السره دي اللي بتبقى داير ما يدور دي، لازم تشيليها لان بتبقى تحتيها دوده، تحتيها سوسه، ما تضمنيش، وهي اساسا مش صحيه ان انت تسيبيها، فلازم تشيليها بالسكينه كده وتقوريها كده تقوير. اللهم صل على سيدنا محمد. انا هنا كنت بقول لكم بس انا الصوت مش يعني مش مفتوح. هبتدي بقى اغسلها غسله حلوه. الطماطم تتغسل غسله حلوه، واحده واحده كده تغسليها، وبعد كده ترجعي تغسليها دور تاني وتنضفيها كويس قوي. وزي ما قلت لكم اللي بيحب بقى يفرز بقى اي حاجه يبتدي بقى يفرز من دلوقتي. انا بصراحه ما بحبش افرز غير الطماطم، ولو ماشي في قلقاس ماشي بقى بعمل بسله بجيب، يعني مش بجيب حاجات كتير قوي غير هي البسله القلقاس، ممكن سبانخ والطماطم. بس مش بحب. والفواكه بقى بيبقى الفراوله والمانجا لو في اوان المانجا بس. آه المهم كده هبتدي اغسل بقى الطماطم كده واحده واحده، يعني منحطهاش وكده وتروحي مطلعه وتنشله كده وتطلعي، لا، لازم واحده واحده كده تعيدي عليها. رمضان والله خيره كتير، وكل حاجه فيه كتيره، وكل حاجه فيه بتبقى متيسره. الحمد لله. ربنا يعديها علينا بخير يا رب، وعلى المسلمين والمؤمنين والناس اجمعين يا رب، يا رب يا رب يا رب. الناس كلها اللي متضايقه ربنا يريح بالها، واللي نفسها في حاجه ربنا يحققها لها يا رب. وربنا ويوسع في رزقنا جميعا يا رب يا رب. ربنا يوسع في رزقنا جميعا. هنا بقى هو زي ما قلت لكم، انا هو بشيل هنا، بشيل اللي هي السره دي اللي داير ما يدور، بعد بشيل الورده بشيل السره، لازم تشيليها ما تسيبهاش. عارفه حتى وانت بتشيليها كده ساعات هتلاقي فيها كده حاجه سودا من تحتها، يعني ترميها. لو لقيتي فيها حاجه سودا كده من تحت يبقى ما تحاوليش تاخدي الطماطميه يعني اللي فيها حاجه سودا من جوه، ما بتبقاش حلوه. فعشان مش عشان طماطميه يعني او ربنا يسترها. المهم ما تنسونيش بقى في اللايك، لان انا مش بلاقي لايكات خالص. يا ريت تحطوا لي لايك، يا ريت تحطوا لي لايك، والمشتركش يشترك. هنا بقى انا كنت ما طولتش عليكم، وغسلت الطماطم مره واتنين، وهنا بقى حطيتها في الحله سبكتها. وبعد ما سبكتها اهي، بس مش عارفه العيال قطعوا اللقطه ولا ايه مش عارفه. هنا بقى بعد ما سبكتها خالص بحط معاها بنجرايه كده كبيره حلوه، بس انا بصراحه ما لقيتش بنجر قدامي فما جبتش. هنا بقى جبت الطماطم ورحت سبكتها زي ما قلت لكم، وباخدها بعد ما بتبرد تماما بروح بضربها على الخلاط. عايزه اصفيها اصفيها، بس انا مش بصفيها ماشي. لو انا عارفه ان انا شايفه فيها يعني قشره كتيره بصفيها، بس طالما انا بنعمها جامد على الخلاط ما بحتاجش ان انا اصفيها. وما بحطهاش تاني بقى بعد ما بضربها، ما بحطهاش تاني على البوتاجاز، لا بسيب بقى التسبيكه التانية دي بقى مع الاكل بقى، لان كتر التسبيك فيها بيتعب القولون. انا كده خلصتهم، هما ما طلعوش كتير، معرفش طلعوا 6 أو 7 أكياس حاجه زي كده، بس الطماطم مركزه. يلا بقى اسيبكم بخير، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ويلا مع السلامه.